باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لما أم بتدعي لابنها وهو نازل الصبح علشان أكل عيشه تقول له كده: ربنا يستر طريقك ويسهل ليك يا ابني حياتك. علشان كده احنا في صلاة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا بنقول كده: سهل حياتنا. يعني ايه سهل حياتنا؟ يا رب، في صعاب كتيرة قوي بتقابلنا في الدنيا. الصعاب دي مشكلتها انها بتشتتنا او تضغطنا او تحاربنا او تشككنا، المهم انها بتجهدنا. وعلشان في صعاب بيصنعها الانسان وفي صعاب يصنعها الشيطان، بنحس ان ممكن يكون طريق الخلاص اللي احنا بنصلي من اجله صعب شوية. فعشان كده بنقول لك سهل حياتنا. والحقيقة يا رب احنا بنتكلم على كل انواع الحياة، يعني سهل حياتنا الروحية في حروب الشيطان، وكمان سهل حياتنا المادية في وسط الغلا اللي احنا فيه عاوزين سترك وتدبيرك. وكمان يا ربي سهل حياتنا الأسرية، علاقتنا مع بعض بقت مشدودة. وسهل حياتنا في أعمالنا، ادينا نعمة يا ربي في عينين كل اللي بنتعامل معاهم علشان يشوفوك جوانا بوضوح. أنا مش عارف ازاي يا ربي ممكن نعيش من غير طلبة سهل حياتنا. انت كده يا رب قلت: ملاك الرب حل حول خائفين. وبالتالي الملائكة دي من شغلتها كمان انها بتسهل لنا طريق الخلاص وبتسهل لنا حياتنا كل يوم. احنا قد ايه محتاجين يا رب الطلبة دي؟ مش انت يا رب اللي قلت برضو: ما اضيق الباب واقرب الطريق؟ طب ازاي يا ربي الواحد يخش من الباب الضيق لو انت ما جيتش وسهلته علينا؟ وازاي يا رب نمشي في الطريق الكرب اللي كله مشاكل ومطبات من غير ما انت تيجي وتستر علينا؟ مش انت يا ربي اللي كنت مع يوسف في السجن ومكتوب كده: وبسط الرب له لطفا؟ يعني في وسط السجن انت سهلت حياته جوه السجن. كان المفروض في وسط ناس اشرار وناس مجرمين، لكن ازاي انت بسطت له لطفا؟ زي بالظبط التلات فتية اللي بيقول الكتاب المقدس ان هم ما حسوش بالنار لان كنت انت معاهم. ففي وسط النار كان عندهم زي ندى كده حواليهم، لدرجة لما طلعوا حتى ريحة الشياط ما كانتش في هدومهم. من غيرك يا ربي ما نقدرش نمشي الا لما تسهل حياتنا، ولا هنعرف نوصل لك الا اذا انت فعلا سهلت حياتنا. صباح